هاي، اهلا بيكم. معاكم دكتور سيلفانا يسري من صيدليه دكتور ماجد خيري. هكلمكم النهارده عن موضوع انساني مش بس طبي. هكلمكم النهارده عن التبرع بالدم، وهل هو مفيد للمريض بس ولا مفيد ليا انا كمان كمتبرع؟ لو عايزين تعرفوا كل الاجابات دي شوفوا الفيديو للاخر. يلا بينا بقى مع بعض نشوف ايه فوائد التبرع بالدم ليا انا لو انا شخص رايح اتبرع بدمي. هل دي حاجه هتفيدني؟ هتفيدك جدا. تعالى بقى اقول لك ازاي. لا وخلي بالك كله بالدراسات، مش كلام مرسل كده وخلاص. اول حاجه الشخص المتبرع بالدم ده هيحس بالسعاده. يعني ايه هيحس بالسعاده؟ ودي ليها دراسه. ليها دراسه. تعالوا نجرب كده مع بعض ان احنا نقدم حاجه. لو انا شخص رحت قدمت لاخويا الانسان حاجه هحس بسعاده شديده جدا، ما بالك بقى لو الحاجه اللي انا هقدمها دي هي دمي. تخيل السعاده اللي هتبقى جواك. السعاده دي بالدراسات هرمونات السعاده في جسمك هتزيد لو انت اتبرعت بدمك لاخوك الانسان اللي هيحتاج الدم ده. تاني حاجه واللي اغلبنا عارفها ان الشخص المتبرع بالدم هو هيستفاد ان الدم بتاعه ده هيتحلل، ومش هيحلل لك تحاليل رخيصه، لا ده هيحلل لك تحاليل انت لو رحت عملتها في اي معمل بره هتدفع رقم وقدره، عشان هيحلل لك تحاليل لامراض دم مزمنه، والتحاليل دي هتفيدك انت شخصيا. ثالث حاجه واللي بالنسبه لي انا شخصيا نوع من انواع المفاجاه لما قريت الدراسه بتاعتها، ان هم لقوا ان الشخص اللي بيتبرع بصفه مستمره كل 4 شهور زي ما هنقول في اخر الفيديو، الشخص ده بيقل عنده نسبة حدوث مرض الكانسر أو السرطانات المختلفة في الجسم بسبب بس إنه بيتبرع بالدم. رابع حاجة وبرضه بالدراسات إنك أنت لو اتبرعت بالدم بصفة مستمرة أنت هتقلل حدوث أمراض في القلب، زي مثلا الجلطات، زي انسداد الشرايين، زي الجلطات المختلفة. ده كمان حتى بيقلل نسبة النزيف في المخ. من ضمن الفوائد اللي مهمة جدا جدا ومنها أنا شخصيا ان التبرع بالدم بيقلل الاكسده ونسبه حدوث الالتهاب او الانفلاميشن في الجسم. وزي ما احنا متفقين في فيديوهات قبل كده، سبب من الاسباب القويه جدا 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 في حدوث امراض كتيره قوي من امراض العصر هو حدوث التهاب في الجسم. اهو بقى التبرع بالدم هيخلي المواد اللي بتعمل التهاب في الجسم والمواد اللي بترفع نوع الاكسده في الجسم كل دي بتقل لو انت انتظمت على التبرع بالدم. ده غير كمان ان هو هيحافظ على الكبد بتاعك يكون سليم، علشان التبرع بالدم بيحافظ على ان نسبة الحديد في جسمك تكون ستيبل ومستقرة. كل دي فوائد ليك انت لو اتبرعت بالدم. مش عايزة اصدمكم واقول لكم ان في ناس عندها امراض معينة الناس دي علاجها الاساسي ان هم يتبرعوا بالدم. زي مثلا مين؟ زي الناس اللي عندها اللزوجة في الدم عالية. بعيدا بقى عن العلاجات وعن حاجات تانية كتير، من ضمن العلاج بتاعها ان هم يتبرعوا بالدم، ومش كل 4 شهور زي الناس العادية، لا بالعكس بنقلل ساعتها المدة. كل ما يتبرعوا بالدم بصفة دورية كل ما اللزوجة بتاعة الدم تقل، وبالتالي حدوث الجلطات هتقل جدا جدا عندهم. برضه في حالات مرضية بيكون نسبة البوتاسيوم عندهم زيادة في الدم، ولما نسبة البوتاسيوم بتكون زيادة في الدم ده بيأثر على الشغل بتاع الخلايا العصبية وبيزود الكهربية بتاعتنا. فالتبرع بالدم هيقلل نسبة البوتاسيوم، وبالتالي ده من ضمن علاجهم. طيب تعالى اقول لك بقى انت حجم الدم عندك في الجسم قد ايه؟ حجم الدم في جسمك 5 لتر. طب انا لما اجي هتبرع بقد ايه؟ هتبرع ب 450 ملي لتر بس من الدم، يعني بنسبة 8% بس من حجم الدم بتاعك. بمعنى صح مش هيأثر على وظائفك الحيوية نهائيا. لكن برضو نخلي بالنا ان في شروط معينة لازم تكون موجودة في الانسان اللي رايح يتبرع بالدم، وانا هحط لكم الصورة هنا اللي حطها وزارة الصحة المصرية للشروط اللي انت لازم تكون موجودة عندك لو انت رايح تتبرع. منها مثلا عمرك يكون من 18 سنة ل 65 سنة، منها ان نسبة الحديد عندك تكون كويسة، ما يكونش عندك انيميا مثلا، انك ما يكونش عندك امراض مزمنة وامراض تتنقل عن طريق الدم، ان وزنك ما يقلش عن 50 كيلو، وانك برضو ما تكونش بتاخد ادوية معينة قبل اسبوع من فترة التبرع زي مثلا المضادات الحيوية وغيرها. طيب هل في حاجات لازم اعملها قبل ما اروح اتبرع بيوم مثلا؟ في حاجات لازم تعملها.
منها انك لازم تكون قبليها بليله تكون نايم كويس ومرتاح، ما تكونش مثلا مطبق وسهران طول الليل. تاني حاجة تكون الأكل بتاعك قبليها بيوم يكون فيه نسبة خضار، فيه نسبة فاكهة، فيه نسبة فيتامينز يعني بمعنى أصح. وحاول ما تزودش كتير قوي قوي في الدهون عشان برضو بتأثر على نسبة التحاليل اللي انت ممكن تعملها تاني يوم. طب انا رحت اتبرعت بدمي بس حسيت بشوية ارهاق يوميها، المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا في اليوم ده ارتاح واحاول ان انا انام وارفع رجليا لفوق عشان ازود وصول الدم للمخ، وكمان اشرب عصاير بعد على طول التبرع بالدم. وما تنساش انك انت بلاش في اليوم ده ولا رياضة عنيفة ولا مجهود تبذله جامد في الشغل لو انت شغلك من الشغل العنيف. في النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى منكم تروحوا باسرع وقت ممكن لو الشروط بتاعة المتبرع دي موجودة عندكم، انكم تروحوا تتبرعوا بالدم، عشان حرفيا ملايين الاشخاص في العالم يوميا بيحتاجوا دم، سواء بقى في عمليات او في غيره. حالات كتيرة جدا 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 مستنية منك انك تتبرع بالدم، فما تتأخرش على اخوك الانسان.